بمناسبة يوم اللغة الكردية المصادف لل15 من أيار، نظمت مدرسة الشهيد جابار في مدينة قامشلو احتفالية خاصة بهذه المناسبة شارك فيها طلاب المدرسة ومعلموها إلى جانب الإداريين. خلال الفعالية أكد المشاركون أن الدراسة باللغة الكردية تحمل قيمة كبيرة، مشيرين إلى أن إدخال اللغة الكردية إلى المدارس منح الطلاب شعورا جميلا بالانتماء والاعتزاز بلغتهم، كما شددوا على أن العديد من الشعوب في الوقت الراهن تبدي اهتماما متزايدا بتعلم اللغة الكردية. يذكر أنه مع انطلاق ثورة 19 من تموز بدأ تعليم اللغة الكردية في المدن والبلدات والقرى، وتم تعميمها في المدارس والجامعات ضمن مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، حيث أصبحت تدرس كلغة رسمية وأساسية ضمن النظام التربوي المعتمد. بمناسبة يوم اللغة الكردية أهنئ جميع شعوب العالم وبشكل خاص الشعب الكردي بهذه المناسبة. إنه يوم تاريخي ومهم بالنسبة لنا، ففي هذا اليوم نحتفل بلغتنا الأم التي باتت جزءا أساسيا من حياتنا اليومية، نقرأ بها ونتعلم بها كما تفعل باقي شعوب العالم، واليوم نراها تدرس في مدارس شمال وشرق سوريا، حيث يتقن طلابنا ومعلمون اللغة الكردية بشكل أكاديمي. إنها خطوة عظيمة نحو الحفاظ على هويتنا الثقافية واللغوية، وأملنا أن يسعى الجميع لتعلم اللغة الكردية وإتقانها أكاديميا، لأنها ليست فقط وسيلة للتواصل. أهنئ شعبنا الكردي عامة وطلابنا الكرد خاصة بمناسبة 15 من أيار يوم اللغة الكردية، بهذا اليوم الذي يحمل مكانة عظيمة وقدسية في قلوبنا. لطالما كانت لغتنا الأم رمزاً لثقافتنا وهويتنا، إلا أن الأنظمة السلطوية والاستبدادية التي حكمتنا سابقاً حرمتنا من حق التعلم بها، وأجبرتنا على الدراسة بلغات أخرى، وعلى رأسها اللغة العربية. لكن اليوم ومع التغيرات التي نشهدها، أصبح بإمكاننا أن نتعلم بلغتنا الأم في مدارسنا وعلى أيدي معلمين يتقنون الكردية أكاديمياً. أن التعلم بلغتنا لا يشبه التعلم بأي لغة أخرى، فهو عودة إلى الجذور وتأكيد على انتمائنا وهويتنا.